خير ما نستهل به هذا الجمع الكريم المبارك، هذه الندوة الحوارية نستهلها بآيات من الذكر الحكيم يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ ناصر الدين الجنيد، الرئاسة المشتركة لمجلس الحسكة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إخوانا فألف بين قلوبكم صدق الله العظيم. في بداية هذا الجمع المبارك ووفاء منا لدماء شهدائنا الذين ضحوا بمهجهم بزهرة شبابهم بالنفس والنفيس لكي نجتمع هذا الجمع المبارك آمنين سالمين بعد فضل الله عز وجل، فوفاء منا بفضلهم علينا نقف جميعا دقيقة احترام على أرواحهم مع قراءة سورة الفاتحة. شهيد نامر: الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. محاضرتنا اليوم هو الفرق بين الإسلام الديمقراطي وإسلام السلطة أو السلطوي. لا تزال علاقة الإسلام بالسياسة من أكثر القضايا إشكالاً وإلحاحاً في العالم الإسلامي، والخطأ الذي نقع فيه هو خلط دين الإسلام نفسه بالخطابات التي تنتج باسمه. فهناك فرق جوهري بين الإسلام بوصفه رسالة ربانية مفتوحة لإسعاد الإنسان، وبين إسلام السلطة الذي يشرعن ما يقوم به الحاكم ظالما كان أو محقا. الإسلام الديمقراطي هو ذلك الاتجاه الفكري الذي يؤمن بأن القيم الإسلامية الأساسية كالشورى والعدل والمساءلة والبيعة والحرية هي حق كل المواطنين، مع اختلاف الدين والمذهب والقومية، وتحقيق المقاصد الشرعية التي هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. بينما إسلام السلطة هو ذلك الخطاب الديني الذي تنتجه المؤسسات الرسمية أو رجال الدين المرتبطون بالحكام بهدف إضفاء الشرعية الدينية على النظام القائم مهما كان ظالما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، طبعا في كل الندوات ممكن أن يكون هناك محور للمرأة. من الممكن أن البعض يتقبل والبعض لا يتقبل، لكنها بحد ذاتها قضية اجتماعية إنسانية تجمع كل نواحي المجتمع. بداية الحديث أتحدث عن سوريا ذات التاريخ الحضاري العريق، ذات التنوع القومي من كل الأطياف، من كل المذاهب، من كل المعتقدات، ذات التنوع الثقافي من عادات وتقاليد، ذات الصمود الكبير في وجه الطغيان الذي شارك فيه الرجال والنساء. أما عن المرأة السورية فكان لها دور كبير في رد الطغيان والوقوف في وجه الظلم، بالإضافة إلى الدور الثقافي في إنشاء جمعيات ثقافية وخيرية في سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السيدات والسادة الحضور الكرام، ليس هناك ما هو أفضل لبناء المجتمعات من أن يسودها الصراع وأن يغذى فيها خطاب الكراهية وتغيب عنها شمس الألفة. نعم، هذا أفضل ما يكون لبناء المجتمع. دعوكم من بناء المجتمع، فأي خير يرجى من وراء ذلك، وعليكم بالهدم فإنه سر الترابط. لا شك ولا ريب وأنا أقرأ هذه الجمل أنكم تقولون ما هذا الهراء والتناقض. إذن هنا يكمن السؤال: لماذا أصبح الصراع والنزاع والعصبية سمة غالبة عامة لكثير من المجتمعات؟ هذه التوجيهات جاءت لسد الطريق أمام كل مظاهر الكره والتنافر بين أبناء المجتمع، بل هي سياج منيع يحفظه من التصدع والتآكل. فإن خطاب الكراهية قد يبدأ بكلمة أو بمنشور أو بمقطع فيديو على وسائل التواصل، ثم يتحول إلى موقف، ثم ينقلب صراعا لا يبقي ولا يذر ولا تحمد عقباه. بري حركسي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني بري حركسي وكهيزك دا في ديني، يعني زخازن بيجم رولا جن حتى دي إسلاماتي داجي قال لك قدر وقيمات داني. وهذا كتير مهم، لأنه نحن بشمال شرق سوريا مستحيل المرأة بعد هالخطوات اللي خطتها ترجع خطوة لورا، حتى لو ما كان لنا حق بالدستور أو قانون نحن نسعى لحتى ما ناخذ حقنا بإيدنا. ولكن المرأة بشكل عام بسوريا هي بخطر، وضع المرأة بخطر، خاصة مع بعد الإعلان الدستوري اللي أعلنته الحكومة المؤقتة. ما في لا أي قوانين تحميها، ما في لا أي بند من البنود، حتى البنود اللي عم تطرحها ضمن الدستور هي حماية المرأة. يعمل بين سوريا وتركيا، وهذه الحسابات هدفها هي للفتنة والتحريض بين المكونات، سني شيعي، سني علوي، كردي عربي. فهنا دور مهم للسادة الأفاضل الأئمة بأن يقوموا برسالتهم المنوطة بهم والمطلوبة منهم بالعيش المشترك، بالأخوة بين هذه المجتمعات. علينا جميعا أن ندرك إن كنت أحب أخي العربي أو لا أحبه، لكنني مجبر على التعايش، وهو أيضا بنفس الوقت مجبر على التعايش معي. فبكل بساطة بإمكاننا أن نتعايش ونحن متحابون على الأقل. الإسلام طبعا حدث إشكاليات كثيرة حول الإسلام الديمقراطي، وقد يكون أنا موافق لهذا المصطلح، ولكن في محيطنا المحيط الإسلامي، المحيط العربي والإسلامي، هذا شيء لماذا ننفرد بشيء يعني يكون غريبا على ذلك؟ أصبحت في هذه الأيام لا يلتزم السادة الخطباء بالخطب الموحدة التي تأتي من الأوقاف. بدأنا بداية جيدة، خطب منقاة بشكل جيد تعالج أمور الناس،
تتحدث للناس على قدر عقولهم، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح كل مسجد يخطب خطبة على مزاج وكيفية الخطيب. ما يهمنا اليوم أكثر من الشكوى والتباكي أن نجد طرقاً وحلولاً لهذه المعاناة. إذا لم نستطع أن نقضي عليها، على أقل تقدير واعتبار أن نخفف قدر الإمكان من هذه المعاناة التي يمر بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بشكل عام، وفي سوريا بشكل خاص كوننا سوريون. يعني تشتاقوا سوري دا تقومي راستي، يعني بعد شان صالي داوي بالنافي دين دا وشاوا دين استثمار كرن كوم كجيغو تشيبون ام بيجن يعني دين تسييس دين دا تشيبو حتى جو ام بين ايرو سوري برب كوفا دشي يعني ابنا دكيغو ام فقرنا ديروك هناك يعني ام مثلا دسبيكا اسلامي دا دما بخمر دا عليه الصلاه والسلام دوي دمي دا يعني اسلامك هبو نرمبو يعني بياها ذكرين مثلا صلح المدينه او ميثاق المدينه في قمه الديمقراطيه بوقت ويدا ميدا يعني مسلمان هبون مسيحي هبون يهودي هبون اف ميثاق وقت تشيبو يعني حفاظ سر ما في فان ديانات ذكرين. هذا الاجتماع بحد ذاته هو إن شاء الله نبني مجتمع متماسك. في المحاضرة كان الكلام كله يتكلم في محور التماسك وعدم الاختلاف، وأيضا النبذ العصبية والأمور كلها، يعني نستطيع أن نبني مجتمع إن شاء الله. نحن كمؤتمر إسلامي ديمقراطي لو قارنا بين الأمور التي يسعى للوصول إليها المؤتمر الإسلامي مع باقي يعني الداعين إلى الإسلاميين في غير مكان، أنا أطلب من طلاب العلم المقارنة، أن يقارن بين ما ندعو إليه كإسلام ديمقراطي وما يطلبونهم أيضا بتطبيقه. يا مامي بهذرة بيواجوي كي بدن مشاندن مي بهذرة جيان بكن بيجو برزجريك در كفن تشتكوا أم السر لهاف بكن مي بهذرة بكن أم السر لهاف نكن أمي بهذرة نقاش بكن أفرنجي اندماجي فيرنجي هنا بايوا غوتي غوتين والله أي من أزدين دارم أول دارم شيخ وملاما إيشي مش سياسة نينا شيخك كي كجمريدي خورا في بيجي إيشي تب سياسة نينا جواكا خويا إسلامي يا مريدي بيفجريدي بهزار إنسانة دوري جواكي دكي يعني دوري مجتمع دكي هنجي إمام وخطيب وعلماء جفي مجتمعنا أم مجتمع معني بحمو تطوراتك وتشيد بن بحمو شرق وسروي تكرن بحمو خراكرنا جواكي أكو دكهفين أفاود معني بوي أنجغ أوجي الجوري تفلي ببي نقاش بكي قبول بكي جاري قبول نكي تكوشي نكي بكي نولا إيشي ما سياستين أفانا نا سياستا. الإسلام الديمقراطي، الإسلام ضده الإرهاب، والديمقراطية ضدها الدكتاتورية. سياسي آلية ويني علمي آلية ويني شريعات ودين باوري حمي كوم دكي كونغريكي جو راستي حمي الجوانب يخوا كاربه لغوري وي تيرو تجابكي وكاربه تيكافي خدمتها جواكي جبوي تفليبونا چكسي جو دناوا في خباتي دي هلبت حركسي حاريكي بواجب يخوا دهندري كونغرا اسلام ديمقراطيك درادبه كونغرا اسلام ديمقراطيك لكيلا كاوي مانا ام دبيجن ام حمي اولو باوري جبرك ام خباتي اولو باوريا قشتي دكن ام حمي اولو باوريا ام تينن جام بدوي شاغي يعني ام جواكي حمي تينن جام هف جو بهفدور تماسك كي دبن عنوانا جو افندوا ام بهفدور جواكي كي ديمقراطيك جواكي كي متماسك شيبكن جبو في مؤتمر بيروز مؤتمر إسلامي ديمقراطي هم سلابو ريج هم كسي حاضر به جن به مير به چه كسي حاضر سلابو ريج وينارج هم أحزابوش هم بارتاوش هم أدياناره وقت پیشنیار از دکم جه مؤتمر إسلامي ره
دنگی بی مؤتمری رساله بی مؤتمری وفدکی بشکلینن ببن جبريل أحمد شرع سلوك حكومة سوري. وهذا الكلام للسادة العلماء الأفاضل لاكتساب قلوب الناس، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: اكتساب القلوب أولى من اكتساب المواقف. فقال جل من قائل للرسول صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يجب أن نركز على التربية والتعليم، على المعلمين. وباسمكم أشكر الشيخ سنان، كان دائما في القرى يجتمع مع رجال الدين ومع رجال العشائر، ولكن نطلب منه أن يركز أيضا على موضوع التربية والتعليم، بمعنى أن يجتمع بالإداريين وأيضا يوجههم توجيه ديني صحيح ديمقراطي كما تتفضلون. العيش المشترك والتعايش السلمي، لقد امتزجت دماؤنا بدمائهم وأجسادنا بأجسادهم، فأصبحنا كالجوسد الواحد لا يفرق بين منافق ولا حاسد ولا حاكد. فأقول أيضا، توقفت مع أحد الأطباء فقال: كيف أنتم المؤتمر الإسلامي تسمون بالمؤتمر الإسلامي وتعيدون تقومون بمعايدة الأكيتو؟ فقلت له على الفور: نحن لكل قوم منا معتقدات، ونحن في المؤتمر الإسلامي الديمقراطي نحترم معتقدات كل الشعوب. راستي اف جيفينا جو ماتشيكر لفير الصالة زانا بنافي معا لبناء مجتمع متماسك ديمقراطي. ما تخواست اف جيفين بشيخ ومليمة روجافا بهفرا رونين في مجاري نقاش بكن، وهم سازيه مجي تفلي في جيفيني بكن جبر دمكي ولو سرفي روجافا درباس بو براستي هناك تخستن فتنة وناكوكيد ناقبة ملت وجفاك جي بكن. ما تخست دفيج فيني ام فكرة خوك اسلاما ديمقراط ام بدن خويا كرين انه اف اسلاما جو ام باندكم بي اسلاما بيخنبر عليه الصلاة والسلام، اسلاما افاكرنا جفاكي، اسلاما كي فكري، اسلاما كي دخازه وك مسلمانة تشلو بهفرة برانة تفلي مسلمانة جي وغير مسلمانة جي بهفرة جفاتا خا يعني جفاك خا افابكن اف يك بشي في جيفيني بو دنجي منقاشا مرسلا رولا جن دي جفاكي تشقيس رولا جن هي خورته جبر جنجي ارككي مزن لي هي جبو افاكنا جفاك اسيا مينجي ايجو منقاش كر فرق جدايدنا قبا اسلام سلطه واسلام ديمقراط. اسلام سلطه او اسلام كيف بين خدمتها السلطه تخازي ارمان جيوام بيك بينه لبري اسلام بيغمبر عليه الصلاه والسلام ايجو ام بي باندكن ايرو روج افا او اسلام ديمقراط اسلام ايجو خدمتها جفاكيتك اسلام ايجو فكركي راست هفبش دناف ملت بلافتك.